النهاردة هنعمل الكشك على طريقة مامتي، الوصفة اللي طول عمرها بتجمعنا في البيت على ريحة السمنة البلدي وطعم البيض مع الكشك بيبقى في حتة تانية يا جماعة. وصفة سهلة وسريعة من قلب المطبخ المصري. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. يلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. اول حاجة هنحتاجها ربع كيلو من الكشك الفلاحي، هحطه في طبق واغطيه بالمية واسيبه على جنب يتنقع كده حوالي 10 دقايق. خلوا بالكم ان الكشك لما بيتنقع في المية بيزيد معانا في الكمية. انا مستخدمة ربع كيلو علشان هو لسه حجمه هيتضاعف معانا وهتكفي كل افراد البيت، ودي ميزة الكشك الفلاحي، بيشبع وكميته بتتضاعف بعد النقع. وفي طاسة على النار هنحط فيها معلقتين كبار سمنة بلدي، واول ما تسخن على طول هنكسر فيها 4 بيضات. وانتوا بتحطوا البيض في الطاسة حطوا كل واحدة بعيدة عن التانية زي ما انتوا شايفين كده. هنرش عليهم رشة فلفل اسود ونقلبهم كويس، نقلبهم كويس لحد ما البيض يبدأ يتشوح معانا كده ويبقى لونه حلو. شايفين البيض وهو بيتخلط مع السمنة؟ المنظر ده لوحده يا جماعة يفتح النفس. بنهر البيض كده عشان يبقى ناعم كده ومفيهوش اي قطع كبيرة. خطوة بسيطة بس مهمة جدا، هي اللي هتخلي الكشك يطلع طعمه مظبوط معاكم. تعالوا بقى نشوف الكشك بعد ما نقعناه. هصفيه من المية واحطه على البيض اللي عندنا، ونبدأ نهرسه بالمعلقة كده ونقلبه على نار متوسطة حوالي من 4 دقايق ل5 دقايق كده. الريحة بقى هنا تجنن، والسمنة مع البيض والكشك عاملين تركيبة رهيبة ما شاء الله عليهم. اللون بدأ يفتح معانا والريحة طالعة خطيرة. هو كده الكشك بقى جاهز معانا. كل اللي محتاجينه عيش بلدي سخن وجرجير وطماطم وخيار، وتاكلوه بألف هنا. هنعمل بقى سندوتش كده فلاحي خطير. هجيب رغيف العيش واطبقه نصين كده زي ما انتوا شايفين. هقدم الكشك مع جرجير وطماطم وخيار علشان يبقى الطبق متكامل وخفيف. شايفين الالوان الخضرة مع الطماطم والخيار جنب الكشك كده منظر يشهي وبجد خطير. الجرجير بيدي طعمه منعش كده وقوي مع الكشك، وكمان الطماطم والخيار بيروقوا الاكل على الاخر. كده عندنا طبق كشك فلاحي اصيل مش محتاج غير عيش سخن، ونقعد نتغدى بقى وبألف هنا. جربوه قولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل فيديو جديد. ومع السلامة يا حلوين، اشوفكم في وصفة جديدة.